شاب يسمى محمد كان موظف وله دنيا وله مرتب، رأى أمه التي قد فشلت كلاها، رآها تتألم وعند الغسيل تتألم، كان يرافقها فترة من الوقت طويلة، جلس عندها يقرأ على رأسها القرآن حتى عادت إليها بعض العافية وعادت إلى البيت. محمد ما رضي أن تكون هذه الأم في عناء وفي عذاب، أراد أن يتبرع لها بالكلية، ولكن أمه أقسمت بالله ألا يفعل. عاش معها محاولا، رفضت. في يوم من الأيام بشرها أنه وجد متبرع، وبدأت مرحلة الانفراج وانشراح صدر الأم. اتصلت المستشفى بالبيت أن الكلية قد وجدت، هلمي إلى المستشفى. ذهبت الأم العجوز، ذهبت للمستشفى، بحثت قبل ذلك عن ابنها لم تجده. فلما دخلت المستشفى وابتدأت إجراءات العملية، ابتدأت الإجراءات، التفتت على يمينها وهي قد سجيت على سرير العمليات، سجيت على اليمين، تنظر أين محمد، تريد محمد ابنها أن يرى فرحتها قبل دخول غرفة العمليات. التفتت على اليمين أحبابي، وجدت رجل مسجى والأكسجين على أنفه وقد شخص بعينه، وابتدأت العملية. قبل عمليتها نظرت إذا هو محمد، صرخت بأعلى صوتها لا لا، ولكن الأكسجين المخدر كان أسرع. أفاقت بعد أيام فإذا بابنها محمد قد مسك يدها ويلثمها ويقبل، لأن السرير جاور السرير. وقالت ليه يا ابني، ليه يا محمد، أنا أقسمت بالله عليك. قال لها والله تمنيت أن القلوب تهدى، أماه هذا البدن وهبني الله إياه بعافية ببذل منك وأنت السبب، فلا تبخلي علي أن أنقل إليك قطعة مني. نعم. وهنا تدمع عين الأم، ودموع عين الأم هنا كأنها تقول شكر الله لك، بارك الله لك.